بتقول الحلف كاذبا على المصحف، يعني كأن تقول والمصحف. الحقيقة قضية الحلف بالمصحف فيها تفصيل، فيها تفصيل. إن حلفت على كتاب الله أو بكتاب الله وفي قصدي ونيتي أن كلام الله صفة من صفاته فهذا جائز، لأنني لا أحلف إلا بالله أو بأسمائه الحسنى أو بصفاته العلى أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. لكن إن حلفت على المصحف، يعني وضعت يدي على غلاف المصحف وقلت وحياة المصحف، وحياة هذا المصحف، فهذا من البدع. وبعض الناس وحياتك يد المصحف يحطوا على عين وحياتك يد المصحف، فهذا من البدع. ما أثر هذا في الحلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. يبقى الحلف بالمصحف له وجهان. الوجه الأول أن أحلف بكتاب الله، سواء كان بقى حاطط إيدي على المصحف أو مش حاطط إيدي، أن أحلف بكتاب الله وفي نيتي أن كتاب الله يعني يحوي كلام الله وهو صفة من صفاته، والحلف هذا جائز، لأن الحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته حلف مشروع. أما أن أضع يدي أو أضع المصحف على عيني وأحلف بهذه الطريقة فقلنا هذا بدعة، هذا بدعة من البدع التي لا ينبغي أن نحرص عليها. طب في كفارة؟ نعم، إذا حلف وهو كاذب فهذا يمين غموس، واليمين الغموس اختلفوا في كفارته، ففريق من أهل العلم قال لا كفارة له، وهو يمين يؤدي إلى الإثم، يغمس صاحبه في الإثم، يغمس صاحبه في النار والعياذ بالله. ومنهم من قال الأولى أنه يكفر، يعني يتوب إلى الله أولا باتفاق أهل العلم، لأن حتى لو كان يمين غموس نأمر بالتوبة، والتوبة تجب بكل شيء طالما الإنسان تاب، فيتوب أولا ثم يكفر ثانيا. هذا على قول لبعض أهل العلم.